مرة أخرى في ركن الفتوى ومعانا يوسف. أهلا يوسف، اتفضل. ألو، ازيك يا أنكل عمرو؟ أهلا يا يوسف، ازيك؟ ازيك يا شيخ خالد؟ اهلا يا سهلا يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ كويس. ان شاء الله تكون بخير يا رب. انا كنت عايز اسال حضرتك ان هو احتفال بالكريسماس حرام؟ الاحتفال بالكريسماس حرام ولا حلال؟ انتوا ايه بتعملوا؟ ايه بتجيبوا الشجرة وكده؟ لا. امال بابا نويل؟ بيجي لنا ويجيب هدايا. فانت بتسأل اذا كان بابا نويل يجي لكم ويجيب هدايا حلال ولا حرام؟ هو جاب لك هدية السنة دي؟ طيب هسأل دلوقتي. شكرا يا يوسف. يعني الحقيقة بص يا يوسف، عندنا بابا اسمه بابا محمد. تعالى خلي الاحتفال بتاعنا احتفال مع الدين الجميل بتاعنا، وفي نفس الوقت ان احنا نعمل احتفال ببابا محمد. بابا محمد لو سمحتم يا اتباع محمد ابعتوا ليوسف هدايا في المولد النبوي اللي جاي قريب. في المولد النبوي نحتفل كلنا ببابا محمد، علشان بابا محمد راخر لازم نحتفل بيه زي ما بنحتفل ببابا نويل. وبابا محمد حد كده ان شاء الله كده يبقى كويس وكريم ويبعت هدايا ويكتب عليها هدية من بابا الرسول محمد، علشان حبيبي يوسف يبقى عنده انتماء لبابا محمد. هل فهمتم ما بين السطور؟ الله اعلم. بس برضو يعني ده طفل وبابا نويل وبينزل من المدخنة. انا مش بلوم يوسف. ايوه تاني، انا بلوم ابو يوسف. ابو يوسف إيه؟ وابو خالد وابو عمرو وابو علي. اسمعوا، لو عرفتوا ان جورج بوش لبس جلابيه بيضة ونزل هو ومراته وجابوا خرفان وقعدوا يكبروا تكبيرات العيد، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وراح ذبح العيد اللي الخروف وهو بيكبر، هتقولوا ايه؟ اهو ده نفس الشيء. الاعياد عندنا مش مسألة فوضوية كده، لا المسألة عندنا العيد مولانا بيسأل في مشكلة ان بابا نويل يجيب له هدية. ايه مشكلتك معاه؟ بابا اصل كلمة بابا نويل بابا ده قسيس، ومش معقول ان احنا نخلي شيخ طفل متأثر بشيخ، طفل مسيحي متأثر بشيخ، وطفل مسلم متأثر بقسيس. المفروض ان احنا نزرع في اولادنا الانتماء الديني. الانتماء الديني دي مش معناه السيحان. انا عارف ان ده بيخالف منهجك ومنهج كثير من الناس اللي كله عاوزها سكرانس سايحه على بعضيها، كله عاوزها سكرانس، يعني كله عاوز ايه؟ ما تعرفش تفرق ما بين الشيوعي والمسلم والمسيحي واليهودي. لا، احنا عاوزين وحده وطنيه قائمه على احترام الدين وقائمه على احترام الرموز الدينيه، لانه احنا المساله مساله تتعلق بالذاتيه. عارف زي ايه؟ اقول لكم زي ايه؟ زي واحد يمسك مثلا علم ليبيا في ميدان التحرير وعمال يحتفل بيه في ميدان التحرير. اهو ليبيا دوله شقيقه كل حاجه، انما لينا ذاتيتنا وليبيا ليها ذاتيتها. زي واحد برضه يقف في ليبيا ويمسك على مصر يحتفل. يعني انت عايز تقول لي مثلا ان احنا ممكن نلقى قسيس دلوقتي بيحرم مثلا على اخواننا المسيحيين ان هم ياكلوا كنافه وقطايف في رمضان يا حد، او يجيبوا لهم فوانيس؟ مش بحرم. لا ما انا انت عايز تستدرجني للتحريم. لا مش تحريم والله، انا مش بحرم. يعني هل مثلا لو في طفل مسيحي جاب فانوس وقال وحوي يا وحوي، ايه المشكله؟ مساله مش كبيره قوي كده. كلمه حرام وحلال دي مش تبعي هنا في الحته دي بقى. انا بقول الاولى ايه؟ هو الولد بيسالك بابا نويل يجيب لنا هديه حلال ولا حرام؟ بابا نويل ما بيجيبش هديه، اللي يجيب هديه بابا محمد. نقدر نعمل ده ولا ما نقدرش؟ خلينا بس نكون صراحه وواضحين. ولا عاوز الطحينه اللي احنا فيها دلوقتي ان احنا نجامل على حساب الدين كمان؟ يا جماعه دينكم وان هذا صراط ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ما انت ممكن تقول انني من المواطنين، من العلمانيين، من التحضريين، ما احنا ممكن، لكن ربنا بيطالبك بده. انا مالي؟ وقال انني من المسلمين. عندك استعداد تقول ان انا من المسلمين ولا انت بتستعرض؟ يعني تاخدوا كل حاجه من الغرب وتيجوا عند بابا نويل بتاع العيال تعملوا فيه مشكله؟ انت عارف الفرق ما بين، يعني دلوقتي كل حاجه الساعه والنضاره والعربيه وكل الحواديت دي خدتوها، انت عارف الفرق بين بقوا حلال، ولما جه الراجل جايب لك هديه مش هتاخدها منه. عارف الفرق بين العقيده والعربيه الشيفروليه يا عمرو؟ سؤالك ده يدل ان عمرو ما يعرفش الفرق بين المرسيدس والمصحف.
المصحف واحد هو المرسيدس. يعني انا خدت المرسيدس من المانيا ابقى منتمي للعقيده بتاعتها؟ لا يا اخي، ما هو كلام كده. يعني ما انت شبهت الساعه، انتقائي يعني. انت شبهت الساعه يعني والنضاره، الحضاره، انت شبهت الساعه انت انتقائي قوي يعني كده، ما هي نفس الحضاره. للدرجات اشمعنى مش لابس مزوله يا اخي؟ يعني مش شايفك يعني انت شايف ان المصحف زي المزوله؟ ما قلناش زي الاثنين زي بعض، انما قرآن ربنا يعني. قرآن ربنا ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم يتساوى مع الاسانسير. بلاش بس مزايده بس. اللهم لا اعتراض. خلص انا هكمل. اللهم لا اعتراض. يعني الاسانسير عند عمرو زي المصحف، السنه زيها زي انتوا بتنقوا بس اللي يعجبك تاخده، والباقي تيجي تقول دي غرب وده غلط ومش عارف ايه. هتنتمي لعقيدتك انت وقال انني من المسلمين، انما لازم تحدد هويتك. لازم الطفل اللي سأل ليه مش لابس الجلباب؟ يا الجلباب ما هوش اسلام. لا ما هو ده لبسنا الاساسي، ده لبس غربي بقى. هو ده الفرق بيني وبينك، ده لبسنا الغربي بقى. هو ده الفرق بيني وبينك. اشمعنى جدا انت لبسك حتى اتخليت عنه. انت الحقيقه ما عندناش لبس اسلام. هو الاسلام نزل بمجله ازياء؟ هو الاسلام نزل بتفصيله؟ لبسك الشرقي مش هو ده. انت جايب الكرافته دي منين؟ انتوا بتعرفوا الكرافته دي منين؟ جبتها منين؟ انت بتدرس على الناس. حضرتك جايب، انا بسالك دلوقتي، حضرتك جايب الكرافته دي منين؟ من اهل الغرب. طب خلاص، ايه المانع بقى؟ جيت عند الراجل هو ده. في فرق ما بين العقيده والكرافته. الحلقه خلصت. الكرافته والعقيده حاجه ثانيه. ربنا يعوض علينا فيك.